مستر ميراكل ديال توم كينغ. واش عمرك تخيلتي واحد السوبر هيرو حاول ينتحر ومن بعد بقى كيسول راسو واش انا كنعيش حيت كنحب الحياه ولا ما عنديش الحق نستسلم؟ هادشي بالضبط السؤال اللي كيدور عليه واحد من اغرب واعمق الكوميكس ديال دي سي، مستر ميراكل من الكتابه ديال توم كينغ. ولكن هاد الكوميك ماشي قصه سوبر هيرو عاديه، هاد القصه على الموت، مشكل نفسي، حرب، زواج، حب، وحتى شنو كيعني تكون عايش. قبل ما ندخلوا القصه خصنا نعرفوا شكون هو مستر ميراكل. سميتو الحقيقيه هي سكوت فري، واحد من اشهر نيو جودز ديال جاك كيربي. سكوت تربى في ابوكاليبس، العالم ديال دارك سايد، واحد من اخطر الفيلنز في دي سي. ولكن سكوت ما كانش بحال السكان الاصليين ولا مثلا السكان ديال الابوكاليبس ديما، هو كان باغي الحريه، ومن هنا جا الاسم ديالو مستر ميراكل. سكوت معروف بواحد الحاجه، هي الهروب. سواء كان شادينو في الحبس ولا شادينو في سلسله ولا في طراب ولا في اي حاجه، سكوت دائما كيلقى طريقه باش يهرب. ولكن في كوميك ديال توم كينغ السؤال ما بقاش واش سكوت قادر يهرب ولا لا، السؤال هو واش اي حاجه يمكن لها تحبسه ويقدر ما يهربش. القصه كتبدا بواحد المشهد صادم، سكوت فري كيحاول ينتحر. ما غاديش نشرح لكم التفاصيل ديال المشهد باش ما نحرقش لكم المومنت، ولكن المهم هو باللي كيتنقض في الاخر. ومن بعد سكوت كيرجع لحياته، ولكن شي حاجه في داخله تبدلات، ما بقاش كيشوف الحياه كيف ما كان كيشوفها قبل. وهنا كيبدا واحد الكونطون مهم في القصه. كاين حرب بين نيو جينيسيس وابوكاليبس، دارك سايد والفورس ديالو داخلين في صراع كبير، وسكوت عنده دور مهم في الحرب. ولكن وسط الحرب كامله سكوت كيبقى يسول، انا اصلا علاش خاصني نعيش؟ الحرب بين نيو جينيسيس وابوكاليبس ماشي غير حرب عاديه، هي صراع بين جوج العوالم وجوج افكار مختلفين. من جهه كاين ابوكاليبس دارك سايد، هذاك مبني على الخوف وعلى السيطره، ومن جهه اخرى كاين نيو جينيسيس. وسكوت اصلا جا من ابوكاليبس، ولكن ما بقاش كيحس راسو كينتمي ليه. هذا كيخليه دائما عايش في واحد الصراع داخلي، فين هو البلاصه اللي انا بصح كنجامي ليها. وفوق هادشي كامل كاين دارك سايد، واحد من اخطر المخلوقات في دي سي. ولكن توم كينغ ما كيخليش دارك سايد غير فيلن اللي سكوت خاصو يهرب منه ولا يحاربه. دارك سايد كيولي يمثل واحد السؤال كبير بالنسبه لسكوت فري، اللي هو مستر ميراكل. واش الانسان عنده الحريه بصح ولا لا؟ ولكن اهم علاقه في القصه كامله تدور من سكوت فري وبيج باردا. باردا حتى هي تربات في ابوكاليبس، كانت واحده من اقوى المحاربين فيه. ولكن سكوت وباردا اختاروا يعيشوا بعيد على الحرب، بدلوا هذه الحياه بواحد الحياه عاديه جدا، كيعيشوا مع بعضياتهم، كيهضروا، كيتصداو، كيضحكوا ايتترا. وبطريقه ديال توم كينغ كتبدا تكتشف بلي الحياه العاديه هي اهم حاجه في القصه كامله. سكوت ما عندوش مشكل كبير في العالم اللي برا، ولكن عنده باردا، وهي كتولي واحده من الاسباب اللي كيخليه يكمل. ومن بعد العلاقه ديالهم كتولي اعمق ملي كيعرفوا بلي غادي يوليو والدين. وهنا السؤال كيتبدل، مبقاش غير واش باغي نعيش، لا، دابا خاصو يسول اش غادي نخلي لولدي. هنا توم كينغ كيدير واحد الحاجه سمارت بزاف. بلاص ما سكوت مثلا يبقى يقاتل كل دقيقه مع الفيلنز، كنشوفو كيدير حوايج عاديين، كيشري حوايج، كيعيش مع باردا، كيتسنى ولدو، كيتفرج في التلفزيون، كيحاول يكون راجل مزيان. ولكن في نفس الوقت عنده حرب، موت، دارك سايد، وماضي كامل كيتبعو. وهنا كيبان السؤال المهم، شنو هي الشجاعه بصح؟ واش هي نتقاتل مع دارك سايد، ولا بلا تفيق كل نهار حتى الا ما عندكش القوه باش تكمل كتحاول تعيش؟ هذه هي الحاجه اللي كتخلي مستر ميراكل مختلف على بزاف ديال الكوميكس. السوبر هيرو ستوريز ولا السوبر هيرو ستوريز غالبا كتقول لك الهيرو خاصو ينقذ العالم، ولكن مستر ميراكل كيقول لك ممكن الهيرو الحقيقي هو اللي كيحاول يعتق عائلته وحياته الشخصيه. سكوت عنده القدره يهرب من تقريبا اي فخ، ولكن اصعب فخ ماشي هو الحبس وماشي هي السلسله، اصعب فخ هو عقله. والقصه كامله كتخليك دائما كتسول واش داكشي اللي كنشوفو حقيقي؟ واش سكوت بصح كيعيش هاد الاحداث هادي، ولا عقله كيحاول يخليه ولا يخلق ليه واحد الطريقه باش يتعامل مع داكشي اللي داز منه. مستر ميراكل ديال توم كينغ فيها 12 ايشو، كل ايشو كيزيد عليك شي حاجه صغيره من هاد الجورني ديالو. واحد من الحوايج اللي كيزيدو القصه قوه هو الرسم. الصفحات عندهم واحد ستيل معين، وبزاف ديال المشاهد كيجيو في 9 ديال لي بانيل. هذا ريبيتيسيون كتخلي الحياه ديال سكوت كتبان لك حامضه وروتين كيبقى يتعاود في كل كوميك، نفس النهار، نفس العيشه، نفس الاسئله. ولكن وسط هذا الروتين كيوقعوا بزاف ديال الحوايج كبار، وهذا الكونتراست بيناتهم هو من اجمل الحوايج اللي كيعجبوني في هذا الكوميك. مع تقدم القصه سكوت خاصو يوقف مع نفسه، يوقف مع الحقيقه ديالو. ما غاديش نحرق عليكم النهايه باش بنستمتعوا نفتحوا الكوميك،
ولكن النهايه ما كتعتمدش غير على الحرب ودارك سايد، كتعتمد على سكوت والحرب مع راسو، على علاقته مع بارتا، على الخوف ديالو، على الماضي ديالو، وحتى على داك السؤال البسيط في القصه، واش الحياه عندها شي معنى؟ والجواب ديال مستر ميراكل ما هوش سامبل. حتى الا كان الالام والحب راه كاين من مورا حب، كاين عائله، كاين الحوايج صغار اللي كيعطيو الحياه شي قيمه، وممكن هادشي هو اللي كتخلي الحياه تستاهل. وعلاش مستر ميراكل ديال توم كينغ كنشوفوش غير سوبر هيرو كوميك عادي باسيك بحال مثلا باتمان، سوبرمان، سبايدر مان ايتترا. هذا كوميك على واحد سوبر هيرو عنده قدره يهرب تقريبا من اي حاجه، ولكن خاصو يتعلم كيفاش يهرب من الحياه نفسها. سكوت فري كان مستر ميراكل حيت كان دائما كيعيش ولا كيعرف كيفاش يهرب، ولكن اكبر ميراكل دارها ما كانش هو الهروب، كان هو اللي خاصو يختار يبقى عايش. وإلا كتقلب على شي كوميك مختلف على اي حاجه قريتي قبل، فمستر ميراكل خاصو يكون في الليست ديالك. هذا الران ديال توم كينغ بالضبط هو اللي خلاني نبغي هاد الشخصيه هادي، حيت هاد الشخصيه كتجسد واحد الحاجه اللي اغلب الناس كيهربوا منها وهي الواقع. شحال من واحد كيجيه مثلا الهروب من شي سيتوياسيون كيف ما كانت صعيب على انه يتعايش معها. شحال من واحد ولا شحال من حاجه في حياتنا كتكون زوينه ولكن ما كنردوش لها البال حتى كتمشي. الا عجبك الكونتوني وبغيتي تشوف شي قصه اخرى